وبتبدأ قصتنا مع صيادين بيقابلوا وحوش من النمل الأحمر. النمل بيهجم على الصيادين ومش قادرين يتعاملوا مع النمل الأحمر، وده لأن درجتهم في القتال أقل. بيحضر صيادين الدرجة سي الدرجة الأعلى وبيقوموا بالقضاء على النمل الأحمر. واحد من صيادين الدرجة سي بيستخدم تحويزة الشفاء وبيعالج الصياد الدرجة الأقل. فجأة بتظهر نملة عملاقة بيضاء. صيادين الدرجة سي قالوا إنه ده أكيد زعيم النمل. هاجموا الصيادين النملة العملاقة هجوم ساحق مع ضربة شعاعية بتخترق النملة وبتموت. لكن المفاجأة يا أصحابي إنها ما كانتش الزعيم، وبيظهر عدد أكبر من النمل العملاق الأبيض. الصيادين بتزداد قواهم وبيهاجموا هجوم كاسح. وده بطل قصتنا سون كون، وده واخد لقب أضعف صياد في البشرية كلها، ودايما بيتصاب وبيدخل المستشفى لأنه درجته في الصيد درجة إي الرتبة الأقل. بيعتبروه الصيادين إن هو أضعف صياد. طبعا الاتنين صيادين دول شغالين تقطيع في سون كون وهو سامعهم. والبنت دي هي جو هيسان الصديقة المقربة من جينو سان. بتسأل سون كون عن أسباب إصابته. قال لها زي كل مرة سون كون وجاهي مع بعض، وسألته إيه أسباب إصابتك؟ قال لها كان في دماس من الدرجة إي وإن الوحيد اللي اتصاب في المجموعة الصيادين. سألته مين اللي عالجك؟ قال لها كلهم كانوا من الدرجة الأعلى ومحدش فكر يعالجني وما جابوش أصلا معالج معاهم. المهم إن جوهي زعلت إزاي كده؟ قال لها دي غلطتي أنا اللي ضعيف وأنت عارفة كل حاجة، أنا متعود على كده. القائد حضر هيدخلوا مغارة جديدة على أحد البوابات. القائد اسمه سون غسان. دخل مجموعة الصيادين ومعاهم جينو سان أو كونسون. الواد يعني حاسس إنه ضعيف الصبر، أكيد هو هيكون البطل. ده الرئيس غو رئيس اتحاد الصيادين. الصيادين بيجمعوا أحجار من الوحوش بعد قتلهم. الأحجار دي سحرية. سون كون حصل على حجر سحري أخيرا. بيهجم على سون كون عفريت معفرت من الوحوش الموجودة. الواد بيتفادى ضرباته وبيهجم على العفريت، لكن العفريت بيغدر بيه وبيديله سكينة في صدره. جوهي بتندى على سون صديقته بتصرخ، والقائد بيقول لها ارجعي يا جوهي. زميل ليهم صياد بيقتل الوحش. جوهيسان بتيجي بسرعة وبتستخدم تعويذة سحرية علشان تعالج سون. الأحجار اللي بيجمعوها من الوحوش بتتحول لأسلحة ومعدات قتال للوحوش تانية، وكمان بلورات المانا ودي بيجمعوها من الدياميس أقل فعالية من الأحجار. الحكومة كمان عاوزة الأحجار علشان تستخدمها كطاقة بديلة علشان هي مصدر طاقة نظيف ومثالي. الأحجار السحرية بيعتبروها مصدر وقود نادر، والصيادين هم بس اللي بيقدروا يجمعوها. الصيادين اللي مع جون سون بيقتلوا زعيم الوحوش اللي هو الديماس. جوهي سان عالجت كونسون بتقول له انت عنيد والمرة اللي جايه هتكون مقتول، انت مش واخد سكينة في صدرك بس ده جسمك كله اصابات. بيعتذر ليها، زعقت له وقالت له انا خايفة عليك يا سون. انتهى الامر وسون كون اللي قدر يطلع بحجر سحر من الدرجة يا حلاوة. كونسون حزين وبيقول لنفسه هو ده اللي كنت هموت بسببه. فجأة بيندى عليهم واحد وبيقول لهم شايفين ايه هناك؟ كهف. الكل واقف قدام الكهف وقالوا لنفسهم هزمنا زعيم الدياميس، لكن الكهف مازال مفتوح. واحد من الصيادين قال اكيد بداخل الكهف ده احجار كتير. القائد قال لهم ده امر غريب واول مرة بيحصل، والاجراء اللي هعمله ان انتظر اوامر رابطة الصيادين. الصيادين عاوزين احجار وبلورات، واللي كسبوه او طلعوا بيه ما ياكلش عيش. وقالوا من القائد مفيش مشكلة لو خالفت القوانين شوية، ما تحبكهاش يعني عمنا. قال لهم يا ابني انت وهو انا عارف انكم وراكم اسر وعائلات وعاوزين احجار علشان المصاريف، وانا بقول له خلاص يا عمنا قلبت علينا المواجع. وقال لهم بس دي مجازفة. المهم قال لهم هنعمل تصويت. التصويت تم 6 رافضين الدخول و6 موافقين على الدخول. فاضل واحد بس ما صوتش، يا لهوي قصدي صوته، وهو كونسون. سون كون بيفكر في اسرته وان الوحيد هو اللي عائل الاسرة بعد وفاة ابوه، وانه محتاج مال لعلاج امه وعلشان يودي اخته الجامعة. وفي الاخر بيوافق سون كون على الدخول. ده رئيس رابطة الصيادين. بيعملوا اختبارات للافراد وحسب قوتهم بيوقعوا معاهم عقود، وكل ما تكون قوتهم اكبر العقد والقيمة المالية بتزيد. طبعا افضل صياد بالنسبة للرابطة واحدة اسمها تشاهي ان. 2 بيسرقوا شنطة واحدة بالموتوسيكل وبيجروا. لقوا واحدة واقفة في وسط الطريق وسعي بنت لاندوسك، وفجأة البنت بتقفز لفوق في الهواء وتاخد الشنطة منهم يا بنت اللعيبة وترجع الشنطة لصاحبتها. مين دي تشاهي ان افضل صيادة وهي من الدرجة الاعلى سي. الكل معجب بيها وعاوز يتصور معاها، لكنها بتقفز في الهواء وبتبعد. نرجع تاني للكهف. الصيادين دخلوا الكهف وفيهم سون كون. بوابة الكهف هتقفل بعد 20 دقيقة. سون بيتأسف لجوهي علشان بسبب تصويته الاخير الكل دخل الكهف وهي كانت رافضة. الواد عمال بيواسي فيها ايه يا عم الحاج ما تجمد شوية. بتزعق له وقالت له يا ابني انت اهبل، الاصابة اللي انت خدتها من شوية لو كانت فوق شوية صغيرين كانت هتجيب اجلك، وكمان عاوز تكمل. انت واثق انك عاقل ولا انت يا ابني مجنون ولا حكايتك ايه؟
طبعا جوهي رتبتها درجة بي، وهي اللي انقذت كون سون اكتر من مرة قبل كده. قالت له انت عارف انا عملت معاك ايه يا سون؟ قال لها طبعا. قالت له يا سون ما تنساش تعزمنا على العشاء وناكل مع بعض، وده اعتبره كمنك امتنان، بس انت يا جوهي خلبوصة. سون بيتفاجئ بكلامها، الواد ده اهبل ولا عبيط؟ البنت بتحبك ياض. قالت له مالك يا سون مش عاجبك الكلام؟ قال لها لا طبعا هعمل اللي انت عايزاه. اخيرا وصلوا لغرفة الزعيم، باب كهف غريب وكبير ومخيف. بيبدأ الصيادين بالدخول. رئيس رابطة الصيادين بيختار صيادين جدد وبيعرفهم انك عشان تكون صياد انت بتجازف بحياتك، وعرفهم انه الصيادين الخبرة لازم يكونوا يقظين دايما، وحذرهم من الغرور او التهاون، وقال لهم خافوا على نفسكم. نرجع تاني للكهف. الباب بيفتح، المكان بينور، الكل بيدخل وبيشوفوا تماثيل عملاقة، فيهم اللي ماسك سلاح واللي ماسك آلات موسيقية، وكبير التماثيل ديت جالس على الكرسي. الظاهر كده ان هو الزعيم بتاعهم او الحاكم، بس مفيش وحوش بتقابلهم دلوقتي. واحد من الصيادين قال لهم تعالوا بسرعة، في حاجة مكتوبة هنا شكلها وصايا، ودي وصايا المكان ده. اول وصية من الوصايا رحبوا بالحاكم والزعيم، والوصية التانية اشكروا الزعيم، الوصية التالتة غنوا وطبلوا للزعيم. جوهي بصت كده وقالت انا شفت التمثال اللي وراه ده عينه بتتحرك، وحاسة انه كمان بيراقبنا. من قوانين المكان ده لو ما نفذوش وصايا الحاكم والزعيم ده مش هيخرجوا احياء من المكان. فجأة الباب بيتقفل، الكل مرعوب، الكل اتحبس. واحد من الصيادين رفض البقاء وقال لك لا يا عم الحاج انا هخرج من الكهف ده، ورجع وماشي وبيحط ايده. تمثال اللي معاه الفاس بيدوله واحدة على دماغه، بيجيبوا اتنين. الراجل يعاني دمه ساح، التمثال رجع لوضعه الطبيعي، الكل مرعوب وخايف. سون كون قال الراجل ده كان صياد ودرجته اعلى مني انا، امال انا هيعملوا معايا ايه؟ اكيد هيخلوني بطاطس مهروسه. سون قال لنفسه اذا كانت التماثيل ديت بتتحرك اكيد الزعيم ده بيتحرك هو كمان. كون بيفتكر كل اللي حصل له من يوم ما قرر يكون صياد. هو اي نعم ضعيف واتصاب كتير وبياخد على دماغه كتير واتغلب كتير، بس اتعلم يكون حذر اثناء اصطياده. وفجأة حذرهم ابتعدوا، التمثال ضرب صاعقه ناريه، الكل نجا منها بفضل تحذير كون سون. الكل اتفاجئ انه داخل حلقه من الجحيم، الكل مرعوب وخايف. سون بيختمها بجمله كلنا هنموت. التمثال طلع من عينه شرار، الكل بيقول ايه ده يلا بينا نهرب. القائد قال لهم محدش يتحرك من مكانه هيهجم علينا لو اتحركنا. سون بينده على جوهي. القائد قال لسون كنا هنموت لولا ملاحظتك يا سون، انت حذرتنا علشان كنت عارف حاجه؟ قال له لا انا حسيت بخطر فبلغتكم وحذرتكم. سون بيساعد القائد في ايقاف النزيف. القائد بيقول لسون على التمثال الضخم انه محتاج صيادين من الدرجه اس. سون بيقول للقائد المقصود بكلمه رحبوا بالزعيم هو التمثال الكبير. في المدرسه اخت سون صديقتها بتسالها واخوك صياد يا جين؟ قالت لها ايوه بس صياد غلبان رتبته من الدرجه اي، اخرته في اي قتال بيجي البيت مضروب ووشه بيبقى كله جروح وبيتعلم عليه. اخر مره كان متشرح من كل حته، بس انت بتسالي ليه؟ قالت لها لا مفيش حاجه. البنت بتقول في سرها لو كنت مكانه كنت هبقى احسن منه. القائد بيقول لسون لازم نهرب باي طريقه بس مش هيكون سهل الكلام ده. واحد من الصيادين اتهور وحب يهرب، واللي يتهور يتعور وقال مش هموت في المكان ده، وبيقول سرعتي هتنجيني وبيجري بسرعه. التمثال اداله صاعقه طيرت رجلي ومات. الرعب مال عيون سون وقال هيقتلنا في اي وقت ما يحب. وبيقول للقائد بس ليه ما موتناش لحد دلوقتي؟ على الرغم من انه قادر يقتلنا بس ما قتلناش، هو مختلف عن الوحوش اللي قابلتها قبل كده، بتهاجمنا على طول اول ما نشوفها. سون بيتذكر الوصايا وسأل القائد ايه اول وصيه؟ قال له اسمها رحبوا بالزعيم. سون بدا يتحرك والقائد بيحذره. سون قال لهم رحبوا بالزعيم وخليكم منخفضين. الكل مذهول انت عرفت حاجه؟ قال لهم ايوه ادام خفضتم رؤوسكم تحت ارتفاع معين مش هيهجم علينا، وده معنى كلمه رحبوا بالزعيم. الكل عمل زي ما سون قال. التمثال الكبير عينيه انطفت وبدا يضحك، الكل قام والتمثال ما هجمش عليهم. بس فجاه التمثال بيقوم من مكانه. القائد بيسال سون نعمل ايه يا سون؟ قال مش عارف. التمثال بدا يتحرك. سون قال لهم بس نعمل بالوصايا اللي كانت مكتوبه. الوصيه التانيه معناها ايه؟ قال له يعني نثني على الزعيم او نشكره يعني. واحد منهم عامل فاهم وبيقول اي كلام واي هبل، استغفر الله العظيم. التمثال ضحك وراح دايس عليه ودهسه برجليه. الكل بدا يهرب، التمثال دهس واحد كمان. القائد قال لهم الكل يهرب لوحده. سون وجوهي بيجروا
بيجروا مع بعض. التمثال الفاجر شق الراجل نصين. سون وجوهي بيجروا. سون بيفكر في الوصية التانية وبيلعن في التماثيل. معناه ايه الوصية التانية؟ وقال ده اكيد شيطان. بدأ يبص للتماثيل وشاف تمثال معاه آلة موسيقية. قال لهم الكل يهرب عند التماثيل اللي معاه آلات موسيقية. التمثال اللي معاه آلة موسيقية بدأ يعزف وما هجمش على القائد. سون وجاهي راح عند التمثال اللي معاه الآلة الموسيقية، بس التمثال مش عاوز يعزف، لازم واحد فيهم بس اللي يكون موجود قدام التمثال. سون بيجري علشان ما ينفعش يكونوا الاتنين مع بعض. التمثال الكبير بيجري ورا سون ودهس عليه، رجله اتقطعت لكن بيعافر وبدأ التمثال يعزف. بيرجع التمثال الكبير للكرسي من جديد. جوهي بتجري على سون وبتلاقي رجله مقطوعة. جوهي بتستخدم تعويذة العلاج مع سون وبتعالجه، بس بدأت تتعب. الكل بيلوم القائد على الدخول الكهف. قال لهم انا اتحمل المسؤولية كاملة. بيخرج من الارض حاجة غريبة. بيسألوا سون ايه ده يا سون؟ قال لهم ده مسبح كانوا بيعملوه زمان في الاساطير للقرابين. وده معناه ايه يا سون؟ قال لهم شكلها كده هنضحي بحد فينا. واحد من الصيادين بيقول للقائد انت السبب في كل اللي حصل لنا ولازم تتحمل المسؤولية وتكون انت الضحية. بدأ القائد يروح على المذبح وبتظهر نار مرة واحدة. بيسأل سون ده معناه ايه؟ قال لهم ساعدوني نقرب من المذبح علشان افهم ايه المقصود. ساعدوا سون وقربوه. القائد سأله فهمت حاجة؟ قال له لا لسه ما فهمتش حاجة. القائد قال لهم البوابة هتفتح كلها بعد 7 ايام، ودي ظاهرة بتتسمى كسر الخيل. لو ما هزمناش التماثيل ديت وهزمنا التمثال الكبير وفشلنا هيخرج التماثيل دي للعالم الخارجي وتدمر الدنيا. جين اخت سون بتزور امها في المستشفى. سون بيطلب من الصيادين انهم يقتربوا من المذبح علشان النار تقيد وتكون بعددهم، وبعدها يعرف ايه اللي هيحصل. الكل بيقرب من النار كلها بتنور والباب بيفتح. بيسألوا نفسهم هل ممكن نخرج؟ خايفين يكون فخ من التماثيل بدأت تتحرك باتجاه النار والصيادين. سون بيطلب من جاي ما تغمضش عينيها، وقال لو غمضت عينيكي هيقربوا منك، وطلب منها تفتح عينيها، وطلب من الصيادين يوجهوا نظرهم على التماثيل. واحد فيهم غمض عينيه وهرب من الباب. اللي كان ساند سون هو كمان سابه وهرب هو كمان من الباب. سون حذرهم قال لهم لو شخص كمان هرب هعملوا ثغرة ضدنا، خليكم زي ما انتم ما تبعدوش نظركم عن التماثيل دي، ولو صبرنا لحد ما النار الزرقاء تنطفئ ساعتها كلنا هننجى. القائد مذهول من سون وقال له ما كنتش اعرف انك هيكون ليك دور كبير كده يا سون، وكلنا عارفين انك انت اضعف واحد فينا والفضل اكيد يرجع لك في انك انقذتنا لحد الان، وده لانك ذكي يا سون. واحد كمان خايف على اسرته وبدأ يزعق وهرب من المكان. القائد قال لهم اهربوا، الباب مش هيقفل طالما في حد موجود، انتوا شباب اهربوا. طلب من جاهي تساعد سون ويهربوا. جاهي سان مش قادرة تتحرك، تعبت لانها عالجت سون. سون طلب من القائد يشيل جوهي ويهرب، وقال له انا مريض وهي مين هيشيلها؟ اهربوا انتوا الاتنين. الوقت بيمر، التماثيل بتقرب، يلا اهربوا. سون قال لجوهي انا وعدتك نتعشى مع بعض، خدي النقود دي واشتري وجبه لنفسك يلا. القائد بيضرب جوهي ويخدرها وبيقول لها انا اسف وبيشيلها ويخرج من الباب. سون بيقول لنفسه انا اللي هموت، ولو كنت اعرف لكنت امنت على نفسي. بيمسك سيفه وبيقول لهم انا قتلكم، ولكن التماثيل قطعت دراعه وبدا يضربه وقال لهم كنت عاوز اكون اقوى واحد بس ما عرفتش. سون بدا يغرق في دمه. التمثال بيشيله على الرمح ويرميه على المذبح. بيرفع سيفه التمثال الكبير. سون مرعوب وبيقول مش عاوز اموت، وقال عاوز فرصه تانية بس. وبينزل التمثال الكبير على سون بالسيف، وفجاه بيظهر اشعار بتاع لعبه ومكتوب انت الان مؤهل لان تصبح لاعب، هل توافق؟ وكده بتنتهي ملخص الحلقه الاولى والثانيه من سولو ليفلينج. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمه الله.